اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم حبايبنا في قناتكم قناتنا أرياف ومدن. الفيديو السنوي بقى اللي بعمله كل سنة علشان خاطر حبايبنا اللي بيستنوه والناس اللي بتروح تصيف وبتيجي من المحافظات وبتسألني في التعليقات وبرد عليها. احنا النهاردة بقى في شاطئ الفيروز بالإسماعيلية. الشاطئ حلو جدا يا جماعة ونضيف جدا والخدمات فيه حلوة قوي. كمان في الملاهي وفي جناين، يعني هتستمتعي داخل الشاطئ بكل اللي فيه، من كافيه، مطعم، حلويات، ملاهي، جنينة بعد البحر، يعني في كل المتطلبات الرحلة. يعني هتدخلي النادي او المنتجع مش هتخرجي منه غير وانتي مبسوطة ان شاء الله. هقول لكم بقى النهاردة على الاسعار الجديدة، بما ان كل حاجة زادت فاسعار الشاطئ كمان زادت. دخول في العطلات الرسمية والاجازات والايام العادية، وطبعا ابناء اسماعيلية لهم اسعار خاصة. بس طبعا بندخل بالبطاقة، يعني مش اي حاجة. يعني حضرتك لو من اسماعيلية ونسيتي البطاقة هتدخلي برسوم عالية زي خارج المحافظة. لو اول مرة تشوفي قناتنا، اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زي دلوقتي. احنا داخلين على الشاطئ من البداية كده. احنا داخلين من الجناين الاول. الجنينة ما شاء الله نظيفة وزي الفل زي ما احنا شايفين كده. اللي كانت على الشمال دي كانت الملاهي، طبعا شفناها في الفيديو. طبعا عندي فيديوهات كتير جدا لشاطئ الفيروز، الملاهي لوحدها وكل حاجة لوحدها. لو حابة تشوفيها اهلا وسهلا بيكي. طبعا اللي على اليمين دي طبعا الشاليهات. الشاليهات يا جماعة ليها إدارة لوحدها، بتسألي عنها وبتستعلمي عنها وبتحجزي قبلها وبتعرفي الأسعار. طبعا أنا ما اعرفش لأن هي إدارة مختلفة. احنا دلوقتي داخلين على الشاطئ زي ما احنا شايفين كده مع بعض. الشاطئ حلو جدا ونضيف والخدمات بتاعته ممتازة جدا. احنا دخلنا بعد العصر الساعة 4. بما اننا من ابناء اسماعيلية دخلنا. التذكرة كانت ب30 جنيه لابناء اسماعيلية بعد العصر. انما في الايام العادية بقى الدخول من الصبح ب50 جنيه. يعني انتي من ابناء اسماعيلية مش من ابناء اسماعيلية ب50 جنيه الدخول الصبح. بعد العصر ب30 جنيه. طيب في العطلات الرسمية والاجازات والمناسبات وكل الحاجات دي التذكرة ب70 جنيه من الصبح. طبعا انا معرفش اخر النهار هتكون بكام لابناء اسماعيلية، بس اللي عرفته ان التذكرة في الايام العادية من بعد العصر ب30 جنيه لأبناء إسماعيلية. طب وغير أبناء إسماعيلية يبقى التذكرة ب50. حضرتك جاية يوم الجمعة، جاية في أجازة عيد، جاية في مناسبة، جاية في عطلة رسمية مثلا، حضرتك التذكرة هتكون ب70 جنيه. تمام كده. أي استفسارات هتسيبوها لي إن شاء الله في التعليقات وأنا هرد عليها كلها. زي ما قلت لكم، اي استفسار ممكن كمان ترجعوا للفيديوهات القديمة تتفرجوا على الملاهي لوحدها، الشاليهات، كل حاجة هتلاقوها في فيديوهات قديمة عندي على القناة. كذا فيديو في شاطئ الفيروز بما اني يعني بحبه جدا وما بروحش غيره بصراحة. في شواطئ كتير جدا جدا في اسماعيلية، في الدنجو طبعا التوب بتاعهم، بس تقريبا التذكرة عدت يعني تدخلها في 100 120 30 الله اعلم، يعني معرفش. بس بما ان شاطئ الفيروز يعني شاطئ كويس وعلى قد الناس، وفي متناول يعتبر الجميع. بس طبعا لو أسرة معاها 5 6 أفراد فطبعا الموضوع هيبقى عالي، غير تذكرة السفر، غير الوجبات اللي هتيجي، فالدنيا هتبقى مكلفة شوية. فيعني يوم بنتبسط فيه وربنا يا رب يبسطنا جميعا ويسعدنا جميعا ان شاء الله. ويوم كده نبدأه من اوله او من اخر النهار لو من ابناء اسماعيلية. طبعا معروف عن ابناء اسماعيلية ان هم ما بيروحوش البحر غير اخر النهار. آم، ايه كمان هقوله لكم، مش عايزة انسى حاجة، بس طبعا انا لو نسيت حاجة فكروني في التعليقات وانا هرد على كل الناس ان شاء الله في التعليقات. وتيجوا تنوروا اسماعيلية، الناس اللي برا المحافظات التانية تيجوا تنورونا جدا جدا في اسماعيلية، واسماعيلية هتنور بيكم يا جماعة. شاطئ الفيروز من الشواطئ اللي في متناول الجميع، وكمان اسعارها حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم.
ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو. بشكركم، شكرا لكم، سلام عليكم.